ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. قبل بقى ما ابدا الفيديو بتاعي ما تنسونيش لو انت اول مره بتشوفيني من خلال الفيديو ده تعملي لايك واشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك اي اشعارات باي فيديوهات جديده باذن الله هنزلها بعد كده. انا طبعا بما اني يعني بعمل اوردرات سواء بقى حلويات او قصدي نواعم او تورتات او حاجات من دي. فانا كان لازم ان انا يكون عندي عجان عشان يساعدني بالنسبه طبعا للتورت وكده الاسبونش والكريم شانتيه. وعايزين مضرب يكون السرعه بتاعته عاليه او عجان عشان طبعا ينفش ويوفر معايا في الكريم شانتيه ويرمي معايا كميه. فانا ما بدات ان انا اشتغل كان عندي اللي هو مضرب صغير اللي هو العجان البيت البسيط ده، مش عجان يعني بمعنى عجان، لا هو المضرب البيت ده. فكنت بعمل هو كان تمام كده وكويس ومفيش اي حاجه. بس انا سمعت طبعا ان العجان بيوفر في الكريم شانتيه فكنت حابه ان انا اجيبه عشان يساعدني كمان في الشغل. وكمان كنت محتاجه عجان عشان انا مش بقدر اعجن بايدي كتير يعني. فكنت محتاجة العجان عشان الترط وكمان عشان شغل النواعم واي عجين يعني واستعمالات للبيت العادي. فطبعا انا سألت كتير على انواع وكده وريفيوهات وكده كل الانواع اللي هي المعروفة بالنسبة لي غالية ومش هقدر ان انا يعني اجيبها. فقعدت اسال يعني كذا حد طبعا كان كله عنده الانواع اللي هي المعروفه هي زي كنود وريفال وجانو والحاجات دي اسعارها كانت عاليه شويتين وكمان تاتش. فلقيت ده وسطهم نازل عليه عرض عشان هو لونه ابيض، هو قال لي كده هو نازل عليه عرض عشان هو لونه ابيض. كان ب 3000 الا 50. تمام. بالنسبه بقى هو للمواصفات بتاعته هي الحله بتاعته دي يا بنات هي ستانلس ستيل وجميله جدا. ساعة 5 لتر طبعا انا مستعملاه كتير اصلا ولسه غسلاه، كنت مستخدماه دلوقتي ولسه غسلاه. فقلت ان انا انزل معاكم الريفيو ده ممكن حد يستفيد يعني من الفيديو ده ويجرب النوع بتاعه. هو جاي معاه طبعا زي كل العجانات اللي هو الشبكة، مش عارفة هي اسمها ايه، الشبكة اللي هي بتاعة الخفق يعني الكريم شانتيه والسبونشات وكده. هو الساعة بتاعته زي ما قلت لكم 5 لتر. بتاخد كيلو دقيق بالاضافات بتاعته، يعني بتاخد كيلو دقيق بالاضافات سواء بقى بتضيفي سمنه زبده بيض اي حاجه من دي، هي المهم ان هي بتاخد كيلو دقيق بالاضافات بتاعته بتعجنه كويس جدا ويبقى حلو قوي. جاي معاه الغطا ده طبعا عشان طرطشه بقى الدقيق البيض الحاجات دي. وجاي معاه برضو ده الكف بتاعه زي اي عجان عادي. والخامه بتاعه الادوات بتاعته جميله. بصراحه مش عارفه دي هي ألمونيوم او ايه بالظبط، بس هي يعني معدن. وكمان ده مش عارفه هو برضو اسمه خطاف او مش عارفه هو ده للانواع العجين يعني وكده. فجاي معاه الاسلحه بتاعته عادي زيه زي اي عجان من اللي هو سعره عالي كده. بالنسبه بقى للسرعات بتاعته هو اولا اسمه يا بنات كريستال زي ما انتم شايفين كده هو اسمه كريستال. هو قال لي ان هو منتج مصري ولو لا قدر الله حصل له اي حاجه هتلاقي ليه قطع غيار. انا اصلا شفت ان الالوان عاليه مش بيتوفر لها كمان قطع غيار كتير في الاماكن هنا يعني في مصر مش بتوفر لها قطع غيار كتير لازم تجيبيه من بره. فهو قال لي ان ده منتج مصري وهتلاقي ليه قطع غيار لو لا قدر الله حصل له اي حاجه، بس بعد الشهر يعني لسه يعني ما مريتش بالتجربه دي عشان نقول لكم هو فعلا متوفر ولا مش متوفر. هو زي اي عجان برضو مش بيقفل، يعني هو مش بيقفل. ثواني كده هظبط لكم. هو يا بنات مش بيشتغل طبعا غير اما انت بتقفلي من هنا كده، من هنا كده تقفلي كده اللي هو اللوك بتاعه كده بقى خلاص ممكن يشتغل عادي. بالنسبه بقى للسرعات هو ليه زي ما انتم شايفين كده 6 سرعات اهو، 6 سرعات. والمكان ده بينور شبه نور ازرق كده. اما بيشتغل ومش بيشتغل غير وهو مقفول كويس زي ما انتم شايفين اللوك اهو. وده طبعا بيقول لك الاستخدامات بتاعت كل قطعه كل قطعه منهم بتستخدم ازاي.
هو اسمه الزاوية يا بنات كريستال. وزي ما قلت لكم هو قال لي كان عليه عرض، او هو عليه عرض في الفتره اللي انا جبته فيها عشان اللون الابيض. مش عارفه بصراحه هو لو لون تاني هيبقى يعني اعلى، ولا ده اصلا اللون بتاع يعني، او ده سعره مش عارفه. بس هو ده الشكل بتاعه لو انتوا عايزين تاخدوه سكرين. هو جميل جدا يا بنات، انا بستخدمه بقالي حوالي 4 شهور. واستخدمته في ضغط شغله كده كان كويس جدا جدا. زي ما قلت لكم الحله بتاعته زي ما انتوا شايفينها هي عمقها حلو جدا. وبتاخد كيلو دقيق بالمحتويات بتاعته. هو 5 لتر و1300 واط. هو السرعه بتاعته 1300 واط. وده الشكل بتاعه اهو. ده اللون بتاعه في تقريبا انا كنت شايفة في الجروبات كان في لون نبيتي تقريبا، او مش واكيد في اكيد بيبقى منه اسود، بس هو الابيض كان عليه العرض عشان هو لون ابيض. مش عارفه اول المشكله في اللون الابيض. قلت له يعني هو المشكله في اللون، قال لي ما فيش اي حاجه غير ان هو لون ابيض. قلت له تمام، مش حلو ماله اللون الابيض. هو طبعا احنا لازم نحافظ على اي جهاز كهربائي عندنا. ولو انت بتستخدميه، لو انت عايزاه مثلا للبيت بس فهو استخدامه حلو جدا. لو انت عايزاه للشغل برضو فهو استخدامه كويس، معقول قوي قوي بالنسبه لسعره وبالنسبه للاسعار بتاعه العجانات التانية. فهو جميل مش وحش خالص. انا الحمد لله لحد دلوقتي هو شغال معايا الحمد لله كويس، وانا حبيت ان انا اشارككم التجربه بتاعتي ممكن تستفيدوا بيه. ولو انتوا حابين ان انتوا تسالوا عنه، انا دورت بصراحه على ان هو اللي يكون ليه ريفيوهات على النت قبل ما اجيبه، ما لقيتش خالص. فتوكلت على الله وقلت ان انا هجرب، لان ده كان الامكانيات المتاحه قدامي في الوقت ده وكنت محتاجاه. فبالنسبه لتجربتي فهو كويس جدا والحمد لله شغال حلو. ومش عارفه حاليا بقى هو هل انتشر نزل له ريفيوهات، مش عارفه والله. لكن انا اما كنت بشتريه ما كنتش لقيت لي اي ريفيوهات، ولا حتى الشكل ليه على الجوجل او حتى على اليوتيوب ما كنتش لاقي طبعا غير الجانو والتاتش والريفال ونوع كمان الكنود. طبعا كل الحاجات دي اسعارها عاليه طبعا. لو انت عايزه حاجه في متناول ايديكي شويه فالنوع ده كويس جدا جدا. جربوه وان شاء الله يعجبكم يا بنات. شكل الكرتونه بتاعته ده شكل الكرتونه اهو. هو عامل لكم كل حاجه، وهو معاه ضمان لمده سنتين و1300 واط اهو. وبيقول لكم ان هو فيه ليد وده اسم الشركة واسم وده شكل العجان على الكرتونة. تقريبا في منه اسود اهو تقريبا. ده يعني ايه اللي على الشكل اللي على الكرتونة اهو. وبكده يكون الفيديو بتاعي انتهى. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة.